بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه اللحظات المباركة التي نتناول فيها ونتدارس معا بعضا من نصوص العلم بعلامات الساعة ومن تطبيقاتها المتعلقة بها، تلك التطبيقات التي تظهر عمليا في حياتنا كمسلمين. ولكن الحمد لله جعل الله سبحانه وتعالى الخيرية في هذه الأمة، ولهذا هناك مسألة نتناولها في ختام هذه الحلقات، وهي مسألة النجاة من الفتن. وهذه الأمة لا تغرق في الفتن مهما كثر الخبث ومهما استشرى الفساد أو عم البلاء. الخيرية في الأمة باقية إلى أبد الآباد، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية غير منقطعة، بخلاف الأمم السابقة التي ضربتها التحولات ودب إليها الفساد وعم فيها البلاء فتغيرت وانعدمت تلك الخيرية. لكن هذه الخيرية مستمرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى وقال: أمتي كالمطر لا يدري الخير في أولها أو في آخره. وهذا حديث مهم يبين خيرية الأمة، كما جاء في النص الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من ناواهم حتى يأتي أمر الله. وهذا يبين أن هذه طائفة منصورة، والطائفة المنصورة في فقه التحولات تأتي على نموذجين. النموذج الأول من هو قائم بحق الجهاد في سبيل الله بشروطه المعروفة والموصوفة، وهم القائمون على أكناف بيت المقدس وحول بيت المقدس، الذين التزموا بشروط الجهاد بقتال العدو الذي أخبر عنه القرآن وبينته السنة وأوضحت هويته. هؤلاء طائفة منصورة، كما أشارت الرواية الأخرى: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وهذه الطائفة محصنة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد مهما على شأنه أو كثر فساده أن يستأصلهم، لأنهم قد حصنتهم النصوص، والنصوص حصانة لهم، لأن هذه الجهاد ماض في أمتي إلى أن تقوم الساعة. هذه حصانة لهؤلاء القوم. المعنى الثاني للطائفة المنصورة أنها أخذت معنى من معاني النجاة من الفتن، لأنهم لم يخوضوا فيما خاض فيه الفتن وما خاض فيه الناس من الفتن وما وقع فيه الناس من الاختلالات والانحرافات، بل نجوا بأنفسهم. ولذلك تبقى الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من ناواهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء ليست تكتل سياسي ولا حزبي ولا فئوي ولا طائفي، بل هم خلق الله الذين انتشروا في الآفاق وموجودون في كل أصقاع الدنيا، وإنما يجمعهم شرط الاستقامة على طاعة الله، على محبة رسوله، على محبة الهدى، محبة القرآن. توفرت فيهم شروط الاستقامة الكاملة لمنهج الله سبحانه وتعالى. ربما لا يربطهم رابط وربما لا يتعارفون، لكنهم على منهج ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فساروا على هذا المعنى. وهم معنيون بمعنى الفرقة الناجية. عندما تكثر الفتن تكثر الطوائف، فتبقى هذه الفرقة الناجية التي ما كانت على كانت على الوصف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتبقى النجاة من الفتن منهجهم الذين ساروا عليه، فيسيروا بمنهج العلم، وهذا شرط أولي من شروط النجاة من الفتن. جاء في الحديث: الناس ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لا ينجو منها إلا من حباه الله بالعلم، وفي رواية: إلا من حشاه الله بالعلم. وهذا من يتخصص في العلم أو من يسعى في العلم أو من يجتهد في العلم، وخصوصا العلم بعلامة الساعة الذي يبين تلك النصوص والتطبيقات التي نسير فيها والتي نقع فيها. من المسائل الأخرى التي تؤدي إلى النجاة من الفتن أن الإنسان لابد أن يسمع، أن يجعل إذنه تسمع الخير، وأن تسمع النصوص، وأن تسمع المواعظ، وأن تسمع الحديث الذي يدل على تلك التغيرات ولا يصرف نظر عنها أبدا. فقد جاء في الحديث عن أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال: نفعني الله يوم الجمل بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. هو سمع كلمة واحدة لكن انتفع بها،
كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمل الذي وقعت الفتنة فيه السيدة عائشة مع سيدنا الزبير مع سيدنا طلحة بن عبيد الله مع موقف من الإمام علي، اختلط الحابل بالنابل، وقعت صدامات بين المسلمين، لكن قال لم أشارك في تلك الفتن. قال نفعني الله عز وجل بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أن مات كسرى وتولت ابنته، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فنظر إلى هذه بوعي وإدراك أن ما يكون فيها فلاح، وإن كانت السيدة عائشة في ذلك المكان، ولكن في الحال كله هناك نص يبين أن هذا الأمر فيه اختلال، فنأى بنفسه بوعي وبإدراك على أن يكون. من الأمور المهمة أيضا أن يكون الإنسان عنده مبدأ الاكتفاء الذاتي حتى لا يسقط في وحل التغيرات والتبدلات والتحولات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه، من كان له أرض فليلحق بأرضه، ولينجو ما استطاع النجاة، لا يمد يديه لهذه التكتلات أو تلك الأحزاب أو تلك المنظمات التي تسعى بأن تخترق الواقع الإسلامي بأي صورة من الصور المادية. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يسلمنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.